هذا الجزئية الآن من الذي سأقولها لكم الآن لكم الحق أن تنشروها. هذا الجزئية الذي سأقولها الآن من الآن لكم الحق أن تقطعوها وانشروها في قنواتكم وانشروها في كل مكان. أريدها أن تصل إلى كل مكان، لأن الكلام الذي سأقوله الآن هو الفصل الذي سينهي هذه الحملة المغرضة التي شنت علي. خلاص أنا اليوم سأفصل الموضوع، سأنسف الموضوع نسف من أساسه. طيب خذوا ورقة وقلم لو سمحتوا، أنتوا اللي قاعدين اللي عنده ورقة وقلم، أو افتحوا هواتفكم واحصوا التهم التي ألصقت بي من هؤلاء الذين يشوهوني منذ 2 أو 3 شهور. أبرزها عميل لقطر، 2 عميل لتركيا، 3 له نشاط تبع في المغرب، نشاط مريب تابع لمخابرات مدري مني أجنبية، 3 له أهداف لإسقاط الملكية، 4 يعمل على تفكيك اللحمة الداخلية وتفكيك المجتمع المغربي، 5 أو 6 أو 7 لأنن كثير بس هذول الأساسيات، 5 أو 6 يتعدى المقدسات، يسيء للمقدسات، 4 يتدخل في ثوابت الدولة. أعتقد هذا 8 أو 9 ما أدري، وانتوا عدوا البقية، عدوهم كلهم. الآن خطابي الآن للجهات الرسمية في المغرب. خليكم يا أصحاب هذه الدعاوى، خليكم أنتوا على جنب هناك، ابعدوا شوية، أنا سأخاطبكم بعدين. خلينا الآن أخاطب الجهات الرسمية داخل المغرب. أنا الآن جاي المغرب، يوم الجمعة سأكون في المغرب. يا أخواننا، رئيس الوزراء، الدرك، الداخلية، المخابرات، مجلس الوزراء، كل الدوائر المختصة والجرائم الإلكترونية وكل أي حاجة الذي لها اختصاص في هذا الأمر، انظروا في هذه الاتهامات. أنتم كجهات مختصة انظروا فيها. إن رأيتم أنتم وأنتم أهل الأمر وأنتم أدرى من تلك الأبواق الغربان، أنتم أدرى وأفهم، ولكم قنواتكم وأنتم دولة ولكم مخابراتكم ولكم أجهزتكم وأنتم متمكنين جدا في المغرب. في نفس الوقت بلد يحكمها ملك لا يظلم عنده أحد، وعندكم يعني محاكم وعندكم قضاء وعندكم نزاهة من أفضل البلدان في العالم. إذن أنتم كجهات مختصة أنا أناشدكم الله أن تأخذوا هذا الاتهامات معكم اليوم وبكرة. اليوم 2 أو ثلاثاء، اليوم 2 ثلاثاء 4 خميس، 3 أيام تدرسوا هذه التهم. إن وجدتم أنني مدان بهذه التهم فلكم خيار، إما أن تعطوني إشارة أنه يا أخي ولو واحدة، حتى لو ثبتت واحدة من هذول، واحدة فقط، رسالة بأي وسيلة، وصلوا لي الرسالة بأي طريقة ترونها، أنه يا أخ أسعد ابقى في بريطانيا، أنت شخص غير محب بك، أنت تدخل في الثوابت، أنت لك نشاط مريب في البلد، أنت تدخل في المقدسات، أنت عميل، أنت مخابرات إلى آخره. ابقى في بريطانيا، أنت غير مرحب بك. والله العظيم سأبقى بكل حب وبكل ود، وسأبقى في بريطانيا وما أزعل ولا يحصل فيني شيء، وسأبقى بنفس الحب وبنفس القتال في خندقكم ضد التبون الرجيم، ولن ينقص من حبكم شيء، قيادة وملكا وشعبا. هذا خيار. الخيار الثاني هو لهؤلاء الذين أطلقوا هذه التهم. اسمعوا يا مغاربة، اسمعوا المغاربة المنصفين، الرجال الذي عندهم كلمة حق وكلمة صدق. الآن من أطلقوا علي هذه التهم أنتم تستطيعون تضعون أصابعكم الاثنين في عيونهم كذا، تقولوا تعال نكع عينك أنت. الآن أنا أتحداهم. شوفوا يقولوا علي هذا الكلام كله منذ 2 أنا جاي المغرب في حالة دخلت البلاد وسمحت لي الدولة الشريفة المملكة المغربية في ظل هذا الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، والذي والله العظيم بعد الله سبحانه وتعالى لم أؤمل إلا في سماحته وفي كرمه وفي أنه رجل ليس شراني وليس مستبدا وليس ظالما. دخلت ووجدت كل عناية من المغرب. أنتم يا من تقولون هذا الكلام فيا، أتحداكم من الآن، معكم 3 أيام
وطوال فترة وجودي داخل المغرب. اجمعوا أدلتكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كان لديكم أدلة إلى أقرب محكمة موجودة داخل المغرب، في كازا، في الرباط، في طنجة، تعالوا ارفعوا علي دعوة قضائية. قولوا أسعد لديه نشاط مخابراتي ثم أثبتوا. قولوا أسعد تعدى المقدسات ثم أثبتوا. قولوا أسعد له نشاط قطري خطير مريب لزعزعة وإسقاط ومدري إيش وهذا وقلب نظام الحكم وهذا الحاجات كلها. قولوا كل ما لديكم وتعالوا حاكموني في القضاء المغربي. عندي شيء يا مغاربة؟ عاد عندي شيء. انتهى الفصل. عشان تعرفوا الآن سيثبت إن كانوا وطنيين، وإن كان هجومهم علي بدافع وطني سيأتون ويقفوا معي أمام القضاء المغربي. إن أثبتوا علي تهمة من هذا يعدموني اليوم الثاني. المغاربة اعدموني في أقرب ميدان داخل كازا، اعدموني، ودوني ورا الشمس. وإن طلع أنهم متجنيين وظلمة، وأن دوافعهم لم تكن وطنية ولا ملكية، وأن الأمر شخصي يمس شخص أسعد الشرعي، وأنهم استخدموا شخص الملك والدولة والملكية لضربي أنا، فأنا سأطالب برد الاعتبار. وبعدها أنا راضي بالقضاء المغربي، القضاء العادل. إن كانوا شجعان فليأتوا يواجهوني في القضاء المغربي. أنا سأكون في المغرب يوم الجمعة وسأبقى إلى ما لا نهاية. أبقى العيد وأكمل العيد وأروح عند اليهود وأمشي لما هم يجمعوا أدلتهم ويجمعوا حاجتهم. وتعالوا بطريقة رجولية، طريقة محترمة، طريقة حضارية. تعالوا ارفعوا علي دعوة وقولوا يا قضاء وأنا مستعد. أنا الآن في بريطانيا مو خايف من أحد. لو كنت شيء أنا مو خايف من أحد. أنا سآتي إلى المغرب وتعالوا واجهوني في القضاء إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأنا أقف أنا وأنتم أمام أي دائرة حكومية، تحقيق، مخابراتي، قضاء، محكمة، أي حاجة. هل تستطيعون؟ من الذي سيقف معي أمام القاضي؟ من؟ الصقر الهارب، الدب الحامل، نصهم أسماء مجهولة. من الذي سيقف أمامي أمام القاضي؟ نكرات. لكن الذي منهم شجاع يميط عن اللثام، والذي هو شجاع وبيطلع اسمه. تعالوا واجهوني أمام القضاء المغربي في بلادكم أنتم. وأنا مواطن بريطاني، لدي دولة تحميني، ولدي سفارة داخل الرباط تحميني، ولدي منظمات حقوقية تحميني، لكنني لا أشك أبدا في نزاهة القضاء المغربي. يا مغاربة، أليس هذا حلا؟ من الآن إن دخلتم عندهم لايفات أو دخلتم في أماكنهم، قولوا لهم أسعد يتحداكم، يعني عمل أكاديمي، بدل بقبقة النسوان أسعد 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 حاو 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 أسعد أسعد، بدل المتاجرة باسمي، بدل المتاجرة بالمقدسات. يا تجار المقدسات عشان تطلعوا لايفاتكم باسم أسعد الشرعي. اليوم كل من هب ودب يتكلم عن أسعد الشرعي لأن الاسم ترند. ما القضية لا وطنية ولا هم يحزنون، لأنه ما يظل واحد أسعد 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 ما عنده محتوى أصلا. إذا قلت لهم توقفوا عن أسعد ماذا سيقولون؟ سترجع المشاهدات إلى 1000. كانت قنواتهم 1500، اليوم طلعوا ل 10,000 ل 20 ما شاء الله، لأنه بيذكروا اسم أسعد. أنا لاحظت أن اسمي موجود في العنوان أحيانا، والمحتوى ليس أنا فقط، لأنه يعلموا الناس لأنه أسعد ترند هذا الأيام شغالين. ما نشداري ليش، والله العظيم ما نشداري ليش. عملتوا مني ظاهرة وأنا إنسان بسيط عادي. الحقد الحسد أعماكم، الحسد أعمى عيونكم، أعمى بصائركم. الآن كلامي واضح. انتهى وقت البقبقة، انتهى وقت الظاهرة الصوتية، انتهى وقت الفقاعات. تعالوا أمام القضاء المغربي وهو ينصفني أو ينصفكم. والله ماني مسامح واحد فيكم. إن كان فيكم رجال ابن رجال مغربي شريف ممن اتهموني بهذه التهم، قابلني أمام قضائك المغربي. عندي شيء يا مغاربة، عندي شيء. أنصفتكم عشان تعرفوا أنني إنسان محب، وأنني إنسان صريح، وأنني إنسان شجاع. ما أؤمن بالظاهرة الصوتية والتراشق بلايفات. أنت تعمل علي لايف وأنا أعمل عليك لايف. تعال يا أخي، ما دام أننا أهدد بلدك وأتدخل في المقدسات ولا هذا، وأعمل مخابراتي وأنا تبع مخابرات فنكوشيا وقطر والبحرين ومدريمان وتركيا،
أصلا أنت تسيء إلى دولتك أنت، لكن ما فهمتوا. أنا جلست شهرين وقبلها شهرين 4 شهور وأنا في المغرب، ما عرفتوا أنتوا أننا عميل وأننا دخلت في المقدسات، ومخابراتكم ودولتكم ما عرفت، يمكن ما عرفت، الآن تعرف، الآن تعرف. يلا عرفوها أنتوا، إذا أنتم أدرى بمخابراتكم وبدوائركم الحكومية روحوا قدموا ما لديكم. ما لم فأنتم مجرد أبواق مأجورة تبونية تريد أن تضرب علاقتي بإخواني المغاربة، وتريد أن تحرف بوصلة المعركة من مغربية ومعها كل أحرار الوطن العربي، كل أحرار المشرق، من مصر، من الجزائر، من اليمن، مع المغرب في هذا الصراع مع التبون الرجيم. تريدون أن تحرفوا البوصلة، تريدون أن تحرفوا الصراع. حاكموني أمام القضاء المغربي تاريخ 23، أنا سأكون في المغرب وسأبقى إلى أبد الآبدين، أو أنا من سيرفع عليكم دعاوى. المشكلة أني لا أعرف أحد منكم، والله لا أعرف. 90% منكم أسماء الدب الحامل، الدب الشارد، القرش الباكر، المدري أيش، الدب البغل الحامل، ما فيش معاكم أسماء، حتى أسماء آبائكم مش موجودة، وتجي تواقع فيها وطني وملكي. تعالوا نتواجه أمام القضاء وبعدين لكل حادث حديث. أنا أكملت ما لدي يا إخواني، هو يعني لايف كذا سريع، وسأذهب الآن إلى التيك توك. من أراد أن يأتي إلى التيك توك أهلا وسهلا.